ام محمد انا حطيت لك شويه شاي اهو ايوه. من الكوبايه هنا. هنسيبه بقى الشاي ده وهنجيب ليمون وخل دلوقتي كله تمام. ونسيبه لحد ما ناخد المقاسات ونتكلم في كل حاجه التفاصيل، وبعدين نرجع نغسل ونشوف. انت بقى هات السكينه دلوقتي تمام. وحاولي تخربشي في الايه، في الرخامه. عملت زي القلم الرصاص كده. علي صوتك يا ام محمد شويه. عملت زي القلم الرصاص. عامل زي القلم الرصاص. لكن مع ان السكينه حفرت دي خلي بالك حاميه، لسه شايره جديد. غطست لتحت السكينه حفرت. لا والله بعمل بقوتي والله. طيب ماشي خلاص. العلامة السوداء دي علامة زي القلم، معناها ان الخامة بتاكل من السكينة، عشان في ناس بتستغرب للكلام ده، ازاي الخامة تاكل من السكينة. هنجيب الوقت ليمون وخل كده، بمسحها بايدي بتطلع برضو، بس ايه، بتحتاج مجهود شوية. لكن في حاجة احنا بعد كده هنعلمها للناس تخلي الحاجة السوداء دي تتمسح بسرعة وبدون مجهود. هاتلنا بقى الليمون والخل يا ام محمد. تمام. طبعا احنا عاملين تجارب قبل كده كتير جدا وموجوده في القناه، وحاطين ميه نار وحاطين تنر وحاطين حاجات كتير على الرخام برضو زي كده مع العملاء وبنصور. بس كفايه. ده كده خل. هاتلنا الليمونه بقى. تعالي الناحيه دي. وده الليمون. طبعا الخامات الارتفيشال لو اتحط عليها ليمون او خل بعد نص ساعه بتلاقي اللمعه بتاعتها راحت خالص، بتطفي، لان اللمعه بتاعتها بتبقى طبعا على الوش. اما الخامه الكوارتز ده الكوارتز مواصفات اسباني مصنع في الصين. محدش بيقول كلمه مصنع في الصين غيري، لان هما بيخافوا يقولوا كده. بس هو مواصفاته اسباني، سواء بقى تصنع في الصين ولا تصنع في حتى في السودان، هو مواصفات. احنا لينا مواصفات، لينا لما نمسك السكينه ونخربش ما تتخربش، لما نحط ليمون وخل ونسيبه حتى لتاني يوم ما يحصلش فيه اي حاجه، لانه ما بيمتصش. هو ما بيمتصش. طالما ما حفرش بالسكينه يبقى مش هيمتص الليمون والخل. هنقفل بقى الفيديو دلوقتي ونسيبه لحد ما نيجي بعد ما ناخد المقاسات. طب عايزه تحط حاجه تاني مثلا كاتشب او صلصه؟ ما عندكيش كاتشب؟ لا كده تمام. طيب ماشي. ام محمد احنا سيبنا الرخامه دي قد ايه الوقت كده ورحنا مشوار وجينا؟ يجي 5 ساعات. 5 ساعات. طبعا الشاي صح على الخل على ده نشف كمان، وصح على الليمون، كله صح على بعض. ايوه. هنمسح بقى ونشوف مكان الليمون ايه ومكان الخل ومكان امسح يا ام محمد. انت ناس بتضحك ناس بتعمل الطبيعيه واللي عاوز ياخد الجمعيه يدي نفسه كلها في قلب المكان. عايزين قماشه ناشفه بقى بعديها عشان برضه نشيل الميه. اول حاجه عادي حته ناشفه بقى. ناشفه؟ عشان الميه بقى، عشان لو في حاجه تبان. لا ما فيش حاجه. طيب حته ناشفه؟ ودي قاعده حلوه. احنا بقى ما تتشم. خد جنة. هو ده ايه؟ عرق؟ ده في العرق؟ ده لا. قولي لنا يا ام محمد كده، الليمون عمل ايه والخل عمل ايه؟ ولكن حطينا حاجه. لا علي صوتك شويه. ولكن هنا بجد حطينا حاجه، مفيش اي حاجه ظاهره خالص. يعني هو بقاله 5 ساعات ولكن حطينا حاجه عليه. بالعكس ده حته قماشه مبلوله خلته بيبرق زي احسن من الاول كمان. ماشي. عايزينك بقى تكسري الرخامه دي يا ام محمد. لا لا امسكي. فين ايد الهون بتاعتك نجيبها لك؟ استنى خليك انا اجيبها. اي حاجه عشان نعرف برضه طلبتها. ماشي اخبطي بيها عشان نعرف قوتها هنا، بس في الحرف عشان ايه؟ شوفي قوتها يا ام محمد. شوف
ام محمد انت مش قويه ليه؟ لا اخبطي. بس تمام قوي كده. لا كده كفاية. خلاص كده مقتنعه؟ ايوه مقتنعة. ماشي، يلا سلام عليكم.